نتكلم عن العلاقات السامة والناس التوكسيك، الناس السامة. لما تكوني عارفة تتكلمي معاه، لما تكونوا بتعرفوا تتكلموا مع بعض، لما يكون في لغة حوار من غير ما حضرتك تسحبي ناعم. يعني ايه؟ يعني النهاردة حضرتك عايزة تعبري عن مشاعرك بشكل ما، بطريقة ما، متضايقة منه، عمل حركة، بص لواحدة بصة ما عجبتكيش، واحدة عاملة له كومنت أو حاجة على الفيسبوك، ما يبقاش في حاجة موقفاكي عن الكلام. تقدري تتكلمي الشكل اللي انت عايزاه، طالما شكل مؤدب، بالطريقه اللي انت عايزاها، في التوقيت اللي انت عايزاه، وتعبري عن مشاعرك. حضرتك لو عرفتي تعملي ده، او حضرتك لو بتعملي ده دلوقتي حالا وانت سامعاني، اذا حضرتك في علاقه صحيه. لكن لو حضرتك بتقولي هاجلها 3 4 ايام، خايفه تتكلمي معاه لا يسيبك، عندك مشكله، بتنقي الكلام اللي تقدري تعرضيه على سيادته علشان سيادته ما يزعلش منك فيقفش عليكي فيبعد فيمشي، فحضرتك في علاقة غير صحية. 2، واثق فيكي، مطمن وعارف كويس قوي خطواتك، وعارف انت مين وبتعملي ايه، متأكد من تربيتك كويس جدا. الغيرة مطلوبة، الغيرة إيجابية مطلوبة، وإلا ما بقاش في حب. لو في حب يبقى في غيرة، وغيرة إيجابية. أما لو حضرتك بيشك فيكي وبيدور وراكي وبيسأل وراكي ويشوف كنت عند فلانة ولا عند علانة، ولا حتى كلامك مشكوك فيه، فيبقى في علاقة غير صحية. لكن لو بيسمعك وبيقول لك بالمسج انت فين يا حبيبتي، فانت بتقولي انا عند نهى صاحبتي، انت فين يا حبيبتي، فانا لسه راجعه من الشغل، انا دخلت، انا طلعت، من غير ما يتكلم ويسكت عشان يسمع صوت الناس اللي حواليكي، دي علاقه صحيه. لو جيتي في يوم وغلطتي، لو جيتي في يوم وغلطتي عملتي حاجة ضايقته، قلتي حاجة زعلته، كنتوا متفقين على حاجة وكسرتي القاعدة. لما حضرتك تغلطي ويبقى الإنسان أو البني آدم اللي معاكي بيحتويكي، عارف يحتويكي كويس قوي، حضرتك في علاقة صحية، من غير تلكيك، من غير ما يقفلك على الكلمة، من غير ما يعيد وراكي الكلام عشان يسمعك انك قد ايه قلتي كلام غلط، او ان الكلام مش جاي على هواه دماغه، وما يحطوش عنده في الذاكرة عشان يجي يزلك بيه بعد سنة او 2 أو 3 ويفكرك اصل انت لما عملتي فيا مش عارفة ايه. 4 مش بيحاول يغيرك، مش بيحاول يغيرك، لا بيقولك روحي اعملي عملية تجميل علشان تعجبيني فاتجوزك، ولا بيقولك روحي العبي عقله عشان تطولي، عشان انا ما بتجوزش بنات قصيره، يا تشيلي اللانسز يا تحطي اللانسز، يا تتحجبي يا تقلعي الحجاب، يا توطي صوتك وانت بتتكلمي عشان انا ماليش في الستات اللي صوتها عالي. في ستات صوتها واطي. لو هو مش عايز يغيرك، ولو متقبلك زي ما انت، ولو حابب تفاصيلك ووحشك قبل حلوك، ومتقبل عيوبك، لان البني ادم اللي بيحب واحده ست او بيحب واحده بنت بيحب عيوبها. 5، مش بيفضل يمسكلك على الكلمة ويتلككلك ويعيد ويزيد في نفس الكلام اللي حضرتك بتتكلميه، وتندمي على اليوم اللي عرفتي تفتحي بقك من هنا لهنا علشان تقولي له بم. هجوم طول الوقت، بيغلطش طول الوقت، ده تركنيه على جنب. لكن البني آدم اللي بيعترف بخطأه ويقول لك ايوه انا غلطان وانا اسف وحقك عليا، وشوفي ايه اللي يرضيكي وانا اعمله لك، البني ادم اللي بيعمل مع نفسه وقفه، بني ادم اللي بيعدي لك الكلام او يتغاضى عنه او يعمل نفسه ان هو مش سامعه عشان ما تقلبش خناقه او قطيعه او سيبانه، حضرتك في علاقه صحيه. انك تبقي حاسه ان انت مطمنه، انك تبقي حاسه ان انت عايشه مش هيتغدر بيكي مهما حصل، مش هتتسابي مهما حصل، مش هيتضحى بيكي مهما حصل،